السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان الفلاحة في المنطقة الشرقية ومدينة تاوريت والنواحي اللي خصو شي حاجة ديال الزيتون. مرحبا جميع الأنواع والأصناف موجودة عندنا. كما كتشوفوا هذه الشجرة الإسبانية الصنف لاربي كوين. هذه الشجرة كتشجع الفلاح الصغير لأنها كتبدل الإنتاج ديالها مبكرا على سنتين، كتعطيك الغلة كتعاونك في البلاد وما شاء الله. يعني شجرة بها باش تقدمت إسبانيا للمراتب الأولى في العالم من ناحية الزيوت. هذه لاربي كوين ها هي. السلعة وسيرتي فيها السلعة هذه راه ماشي هاي. وغادي نديوكم للبلاد فين مغروسة عند واحد الصديق كان دار لينا شي بركة. غادي نديوكم تشوفوا حتى الطريقة ديال الغرس ديالها وكلش. تبارك الله ها هي. هاي السلعة هذه كاملة لاربي كوين وراه كاينة لها عاود بشوري ماروكان. غادي نديكم للبلاد دابا باش تشوفوها كاع مغروسة. هذا كليان يعني كتسلع فين غاديه؟ ولاد المهدي. هذه ولاد المهدي. ما باب ولاد المهدي. هذاك داير ولاد المهدي هذا. ولاد المهدي خويا واه. ياك. سلعة زينة بعدا. زينة تبارك الله دوريجين. سوبر ديال السلعة خويا. الله يعطيك الخير. الزيتون ما تبارك تما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا فيديو خاص للناس الفلاحة. هذه شجرة إسبانية لاربي كوين هذه كما كتشوفوا. رحنا في واحد الضيعة ديال واحد الصديق. هذه لاربي كوين يعني الغرس ديالها كيتطلب المسافة ديال متر ونصف على 4 متر. هذه غادي نديوكم في راها مغروسة وشجرة إسبانية هذه. وهذه حتى الإنتاج ديالها ديال يعني ديال الزيتون كيكون تبارك الله. اليوم غادي نعرف لكم بهذه الشجره هذه لاربي كوين. شجره اسبانيه هذه هي باش اسبانيا محتله الرتبه الاولى تقريبا في اوروبا وتقريبا عندها مرتبه متقدمه في العالم. هذه لاربي كوين هذه الشجره هذه حتى الانتاج ديالها كيكون مزيان. واحد الميساج واحد اخر للناس الفلاحه قبل ما تحط هذه الشجره هذه وتجي تقول ما صدقتليش ولا هذه. اول حاجه بغيت تبدي في المشروع ديالك الفلاحي ويكون مشروع ناجح، جلس مع راسك ودير واحد الدراسه الارض ديالك التراب ديال لابوراتوار. هي اهم حاجه باش تعرف فين هاد الشجره فين غادي تحط. يعني لابوراتوار هو اللي يحدد لك النوعيه ديال التربه وكلش. واحد الصديق راه بدا علينا واحد البركه وراه غرسها وغادي نديكم تشوفوا. هذه راه سيمانه ملي تغرست هذه سيمانه. ها هي شوف تبارك الله سيمانه. وما بالك منين تضرب العامين و3 سنين كتطلع شجره واقفه. يعني حتى الطريقه ديال الغرس ديالها كتحتاج متر ونصف على 4 متر. يعني متر ونص على 4 متر. ها هي هنايا هي بالكوتاكوت ديالها مريقله. هذه راه اسبوع ملي تغرست هذه. وغادي نديكم عاود تشوفوا كرونوكي. المهم جميع الاصناف كاينين موجودين. اللي بغى شي صنف من الاصناف ديال الزيتون راه كاين. زيد السي مصطفى رواح منه. مرحبا لا كوموند اللي بغيتوها كاينه. بغيتو لاربي كوين لاربوزان لا بيشورين الحوزيه المهم جميع الاصناف ديال الزيتون كاملين. لونغ دوك اللي بغيت ولا كوموند اللي بغيتوها كاينه. هذا هو النموذج قلنا لكم ديال هذه الشجره هذه. راه هي سيمانه. شوف تبارك الله الشجره سيمانه. هذه سيمانه. هاي هاي شوف. والمسافه كما قلت لكم متر ونص على 4 متر. وهذه كتشجع الفلاح الصغير. هذه علاش كيديروها دابا الناس. هذه عاوتاني النسبه ديال الانتاج ديال الزيت كتعطيك من 20 حتى ل 30. من 20 حتى ل 30%. يعني القنطار كتجي فيه ما بين 20 حتى ل 30 22 27 25. يعني
هذه هي الشجره الناجحه على حسب التهلو بإسبانيا. ديال الفلاح. تهليتي فيها راه تعطيك حتى 30 لتر، عطيتيها الماء ديالها الكافي والدواء ديالها والعنايه حتى ديالها. الطريقه ديال السقي راه شوف باش يعرفوا الناس الطريقه ديال السقي راه كتختلف من بلاد الاخرى، راه ماشي نفس الطريقه باش تسقي، راه كل بلاد وكيفاش. علاش قلت لكم الا بغيت تكون عندك المشروع ناجح دير التراب ديالك اللابوراتوار باش تعرف النوعيه ديال التراب اللي عندك، وحتى الشجره غادي تعرف فين غادي تحط البيئه اللي غادي تحط فيها. نمشيو نصوروا لهم كرونوكي. هذه هي هنا 11000 شجره سجالات. وهذه السي جلال هذه الشجره كرونايكي، هذه شجره يونانيه الاصل، هذه صنف يوناني. هذه كتحتاج شي بحال الاربيكوي، ديال المسافه ما بين الشجره والشجره لان كتسمى الزراعه المكتفه. هذه راه يلا يومين ملي تغرس تشوفها يلا يومين باش يعرفوا وموجوده اللي خصو اي حاجه مرحبا. وهذه شجره ديال الفلاحه الصغار اللي بغى يدي 100 200. وهاد شجره الزيتون البلديه اللي كتبغي واحد 7 متر كان كيدير 10 متر كان كيدير 5 متر، هذه لا كدير 2 متر، الاربيكوين متر ونص، وحتى الانتاج ديالها عامين 3 سنين كتكوماسي تنتج. هذه ان شاء الله غادي نصوروها لهم ان شاء الله من واحد العامين الى احيانا الله. هذا الصديق ديالنا هذا الصديق هذا راه ماشي غير جا وحط يعني حط الشجر هنا ولا راه دار دراسه على الارض ديالو ودار تحليلات للتراب ديالو، كتحط الشجره ماشي انك. لان بزاف الناس كتغلط كيقول لك كيسمع الزيتون ولا كيسمع، راه كاين البلاد اللي ما كيصدقش فيها الزيتون، كاين اللي ما كيصدقش فيها اللوز، كاين اللي ما كيصدقش فيها المشماش، كل على حسب البلاد، يعني على حسب التحليل ديال التربه ديالك اللي عندك، فهمت. كاين اللي عاوتاني عنده الزيتون بلدي في البلاد كيدي التحليلات ولا يقدر النوع ديال الزيتون واحد اخر ما يصدقلوش في البلاد، يقول لك لا راه هذه لا. خصك قبل ما تحط المشروع ديالك درسو مزيان يعني باش ما تغلطش. هذه اخويا بالنسبه للمنطقه الشرقيه هذه الماركه هذه صادقه. لا المنطقه الشرقيه هذه راه ما كانوش يعرفوها بعدا اصلا. راه هذه دابا شوف كاين الناس اللي كيقول لك راه كيشجعوا المنتوج الاسباني ولا اليوناني ولا هذه الاصناف المغربيه. المنطقه الشرقيه ما كانوش يعرفوا هذا الشيء، ما كانوش كيعرفوا قليله كيعرفوا الحوزيه يعني البلديه والاخر. دابا هاد الاربيكوين وهاد الكرونايكي ولا يعني الناس ما كانتش كتزعم، حتى الناس شافوا ناس كاين اللي داروا، كاين اللي داروا واحد البركه ومشروع ناجح هذا. يعني الشجره انها عامين 3 سنين كتبدي تعطيك، فهمتي. يعني ماشي بحال الزيتون الاخر ولا. هذه راه من افضل الزيوت في العالم، من افضل الزيوت. هذيك الاربيكوين هي ولا الكرونايكي، هادو جوج